والآن تغني وردة حلوة بلادي عبد الرحيم منصور، الكلمات بليغ حمدي، الألحان. صباح الخير يا عرب. صباح مليء بالحب، مليء بالجمال، مليء بالنور. صباح الخير يا عرب. صباح متنوع كألوان الطيف، طائر كالعصافير المنطلقة، مشرق كشمس الحياة. صباح الخير يا عرب. صباح الخير إلى عرب الجزيرة. بوركتم وسلمتم، الله بالخير عليكم وعلى صوت العرب. صباح الخير إلى عرب الشام. يا هلا، حياك الله، يا هلا بيك. صباح الخير إلى عرب وادي النيل. صباح النور وحبابكم عشرة. صباح الخير إلى عرب المغرب العربي. يا رب يعيشكم دايما لينا يا رب. صباح الخير يا عرب من أسرة اليوم آمال علام،
غادة كمال، شادي سمير، هندسة هواء عصام حسين. المشاركة في الإعداد أحمد الديب. والإخراج أسامة سمير. صباح الخير على كل المستمعين، أهلا بكم معنا في يوم جديد من صباح الخير يا عرب ليوم الأحد 28 من رجب من عام 1436 من الهجرة، الموافق 17 من مايو أيار في العام 15 بعد 2000. هذه الفترة مستمرة معكم على الهواء مباشرة حتى 10 إلا 3 دقائق. الحقيقة لدينا أخبار كثيرة هذا الصباح، ما بين سياسي وأيضا عندنا مناسبة خاصة سوف نحتفي بها. طيب الأستاذ عصام، هندسة إذاعية مش سامعين صوت الزميلة عزة، هنرجع لها مرة تانية. خط قطع. هنقول لكم إن وردة الجزائرية الحقيقة هي مواليد 22/7/1932. ولدت في فرنسا عام 39، يعني قعدت فرنسا اللي فترة طويلة. الحقيقة هي يمكن تربية تقريبا في بين فرنسا والجزائر، وهي كانت ابنة لأب جزائري وأم لبنانية. الحقيقة تركت الكثير من الأغنيات وأيضا الأفلام، وكانت متميزة جدا وصاحبة صوت رائع لا تخطئه الأذن. عزة معانا واضح، نجرب مرة تانية كده. ألو. الو، صباح الخير. عزة صباح الخير. صباح الخير. يمكن استعرضنا أخبار كثيرة يعني صباح اليوم وفي بداية الفترة، فترة صباح الخير يا عرب. إيه اللي لفت نظرك من هذه الأخبار؟ طبعا والنقطة التي تحدثت عنها أمال ذكرى الفنانة وردة مرور 3 سنوات على وفاته، وأيضا ما تحدثت عنه أنه أعتقد أنه الساحة الغنائية تفتقد كثيرا الآن إلى فن الفنانة وردة وإلى صوتها، ويكفي أنه عندما تستمعين إلى الكثير من الأصوات الشابة الآن على الساحة الغنائية عندما تحاول أن تقدم الفن الراقي الجميل، لابد أن تقدم باقة أو أغنية تستعرض بها هذه الأصوات موهبتها من خلال تقديم بعض أغنيات الفنانة وردة وبشكل والحقيقة ده اللي عندي يخليك تحس إن وردة معاكي على بالفعل طول الوقت. مش سامعيني كده كويس؟ كده كويس يا عزة؟ تمام سامعك. طيب الحقيقة التفاصيل الموجودة عن قصة حياة وردة فيها طرفة غريبة جدا، يعني بدأ من مواليد 22/7/1932، وبعدين الخبر يعني المعلومة اللي بعديها ولدت في فرنسا عام 1939. وانا الحقيقة يمكن وانا بقول بصيت لقيت يعني قلت ايه ده في ايه، يعني ولدت 32 وبعدين اتولدت في فرنسا مرة تانية. ولدت من جديد في فرنسا. قعدت ميلاد. تستحق البحث طبعا. جدا يا عزة. وتحب تسمعي ايه الوردة بقى؟ انا احب اسمع لها العيون السود، لانه انا ليا ذكرى بسيطه، يعني سريعه هقول لك ان انا تقابلت بالفعل مع الفنانه ورده وجها لوجه في احدى المناسبات الاجتماعيه الخاصه. يعني هذه الفنانه كانت تتمتع بدماسه خلق ورقه شديده في التعامل مع كل المحيطين بها. لا يمكن ان تشعر انها كانت فنانه او تتعامل مع بشكل مختلف، يعني هي كانت وطلب منها أن يعني تغني في هذه المناسبة، فغنت لدقائق قليلة هذه الأغنية. فأعتقد أنه عندما بسمعها بفتكر فعلا هذه المناسبة وكيف كانت من الرقة والدماسة الخلق في التعامل مع المحيطين بها دون أي تعالي أو أي غرور. بشكرك جدا الزميلة عزة فتاوي، واهلا بيك معانا في صباح الخير. هنسمعك جزء لان طبعا الاغنيه طويله، هنسمعك جزء من العيون السود يعني تفتكري الذكرى وتتفاعلي معاها من خلال هذا الجزء. وبحبك والله بحبك والله 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 بحبك قد العيون السود بحبك